لا زال الترند التافه مستمر، وشيلات وقصايد. اسمع اسمع. هذه واحدة وهذه الثانية. الثالثة. الرابعة. وذا الخامس. تخيل معي هذولا لو يجيهم عريس ما عنده فلوس سجل لي شيله، والله ما يسجلوا له لو كان حتى يأكل من الزبالة. ليش؟ الناس تحب الترندات التافهة ونفاق. يعني المنشدين هذول اللي انشدوا له هذا الموضوع أنا أتحداهم يسجلوا له عريس مستضعف نهائيا، لكن للترندات التافهة قدام. المهم، أول شيء ما في يمني عنده 20,000 دولار. وثاني شيء الآن تأثروا على المغترب اليمني. يعني بعض ناس ما يشتغل، ظروفه صعب، ملء والماء، ما عنده استطاعة. فعندما الأهل يشوف المقاطع هذه متداولة، فرضا أهلك طلبوا منك مبلغ أو حول لنا بالشهر أو شيء أو صرفه وفعلا ما عنده، يقول لهم ما عندي، فهم خلاص يدخل في بالهم المقاطع هذولا والترند التافه هذا. إذا صايع الولد، صايع ضايع، بيحول للفاضيات في البثوث، ما عاد يقول انه فعلا اموره زفت ولا ما عنده. اتقوا الله اتقوا الله انتوا والترندات التافهه. خلاص الترند كارثه. عيب، استحوا على انفسكم. خلاص وقفوا الترند هذا. اسألتكم بالله كل شخص عادي ينشر. خلاص عيب، شوهتوا في المغترب اليمني. ما في يمني عنده 20,000 دولار لا تصدقوا الخرابيط هذه.